لسه واصلين الغردقة حالا عشان نجرب واحد من الفنادق الأربع نجوم الموجودة في الغردقة. أنا واحد من الناس اللي بتحب فنادق سان رايز لأنها بتقدم هوسبيتاليتي وبتقدم كواليتي جامدة جدا وفي نفس الوقت بسعر كويس. هوريك فندق 4 نجوم من فنادق سان رايز الموجودة في الغردقة. اللي بيميز الغرفة دي المساحة بتاعتها. الغرفة تعتبر مساحتها كبيرة. الحاجات اللي بحبها في الغرف مراية كبيرة كده، تقدر ان انت تشوف نفسك وتظبط نفسك قبل ما تنزل. وهنا طبعا كاتب لك ويلكم سان رايز. هنستكشف الفندق كده ونشوف الدنيا فيها ايه. فالنهارده كده تعالى خدكم في جوله في سان رايز اكوا جوي، واحد من الفنادق ال4 نجوم الموجوده في الغردقه. فخلينا نبدا كده رحلتنا في الفندق بواحد فيرجن موخيتو، ويلا بينا نبدا الفيديو. واكتر حاجه بتميز الفندق هنا الاكوا اللي موجوده. التسونامي دي من اجمد الحاجات اللي موجوده هنا في الفندق. وفي كمان هنا تنوع رهيب جدا في الاكوا اللي موجوده في الفندق.
الفندق هنا فيه اكتر من مكان تقدر ان انت تقعد فيه مع فيو البحر. اكتر حاجة بتميز الفندق هنا ان هو فيه تنوع جامد. يعني كل مكان انت قاعد فيه في الفندق هتلاقي ان فيه بار تقدر ان انت تاخد منه كوكتيل بتاعك او درينك. كفنادق سرايز دي من اكتر الفنادق اللي انا دايما بحب ارشحها هنا في الغردقه او حتى في شرم الشيخ. سرايز من الفنادق اللي بتقدم كواليتي عاليه جدا، وكمان هتلاقي فيها بكل الاسعار اللي تناسبك. حبيبي كبير. تسلم. طبعا في الفنادق كلها الناس بتحب تسأل دايما على الأكل، بس الأكل هنا في سرايز أكوا جوي أكل شكله جامد جدا. فالبوفيه هنا في سرايز أكوا جوي هتلاقي تنوع جامد جدا.
كان ريفيو فندق سرايز اكوا جوي. لو تحب ان احنا نعمل ريفيوهات عن فنادق تانية يا ريت ترشح لنا وتكتب لنا في الكومنتات. خلاص كده احنا جهزنا حاجتنا وتشيك اوت من سرايز اكوا جوي. فلو عجبك كده الفندق لو عجبك الفندق ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، ويا ريت تقول لنا الفيديوهات الجاية ترشح لنا فنادق ايه نعمل عنها ريفيو. نلم في حاجاتنا عشان ما ننساش اي حاجة. اهم حاجة في السفر انك تلم حاجتك وتعمل تشيك على كل حاجة كويس عشان ما تنساش حاجة، عشان 80% الحاجة اللي هتنساها احتمال ما تعرفش تلاقيها تاني.